بجد باحس إن وقت الأكل ده من أكتر الأوقات المهمة في اليوم، يعني هي صحيح نُص ساعة أو أقل كمان، بس كل واحد فينا كده ممكن يحكي يومه كان عامل إزاي، موقف كان مضايقه، موقف كوميدي حصل له، باحس إنه من أكتر الأوقات الpositive في يوم كله فوضى وعبثيات، وأيًا كان بقى المكان اللي إحنا موجودين فيه، نوع الأكل شكله عامل إزاي، شكل الترابيزة اللي إحنا قاعدين عليها مش هو ده المهم، المهم إن على قد ما نقدر تكون الأسرة كلها متجمعة على الترابيزة. تعالوا في الفيديو ده نقارن ما بين السفرات العادية التقليدية اللي نعرفها والسفرات المودرن ونشوف الفرق ما بينهم. أول عيب في السفرات التقليدية اللي احنا عارفينها هو فكرة الإزاز اللي موجود على وش السفرة. ده من أكتر الحاجات اللي كانت بتضايقني. ليه بقى؟ لأن ما بين الملي اللي ما بين الإزاز وما بين الخشب بتاع السفرة بيخشله كمية تراب رهيبة، وانتي لو سوبر هيرو وقفتي على راسك مش هتعرفي تزحزحي اكتر من حواف الازاز اللي هم يعني 2 سنتي من كل جانب من السفرة. مش هتقدري طبعا تشيلي الازاز عشان تنضفي من تحتيه. تاني عيب معانا هو وزن كرسي السفرة، طبعا بيبقى حجمه كبير جدا فوزنه بيبقى تقيل جدا. تعالوا بقى نتفرج على السفرات المودرن الجديدة ونشوف ايه الفرق بينها وبين السفرات القديمة. اول حاجة هنلاحظها انه خلاص بقى ابتدينا نتخلص من قرصة السفرة اللي عليها ازاز والكلام ده كله، وابتدوا بقى يتجهوا للخامات مختلفة زي مثلا الرخام طبعا بيستحمل الحرارة وكمان سهل في التنظيف ومش محتاجين اكيد اننا نغطيه بازاز ولا اي حاجة. تاني حاجة لو جينا بصينا على التصميم نفسه للكرسي بتاع السفرة هنلاقيه ان هو اختلف تماما، بقى اكثر بساطة وكمان الالوان بتاعته بقت مختلفة خالص عن الالوان اللي احنا متعودين عليها. يعني اللون اللي معانا دوت هو اللون المنت جرين، حلو جدا وبسيط برضو تحسوه كده مريح نفسيا. كمان السفرة اللي معانا دي برضو هنلاقي الكراسي بتاعتها واخدة كيرف كده، بس ناخد بالنا لو احنا عندنا المساحة اللي هنحط فيها السفرة صغيرة يبقى الافضل اننا نجيب الكرسي يكون ظهره ستريت. بس انا عايزة اوريك برضو ان فكرة الكرسي قد ايه بسيطة جدا جدا. اكيد كمان شكل البوفيه اختلف برضو، ما بقاش بقى البوفيه الضخم اللي احنا متعودين نشوفه، وبقت الحاجات تصميمها بسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده، وخامة الرتان كمان مدياله شياكة، وده ينفع جدا مع البوهيميان ستايل لو الناس بتحب الستايل البوهيمي. كمان قرصة السفرة ممكن تكون من الخشب المعالج، نقدر برضو ننضفها بالمية ونقدر نحط عليها حاجات سخنة. وهنا السفرة اللي معانا دي هنلاقي ميكس الألوان ما بين الأبيض والأسود، يعني يعتبر من أشيك الألوان اللي نقدر نعمل فيها ميكس هو الأبيض والأسود. وهنا زي ما انتوا شايفين السفرة اللي قدامنا دي برضو الكرسي بتاعها من المعدن، ونفس الكلام برضو الميكس ما بين الأبيض والأسود وقرص السفرة البسيط جدا جدا. كمان احنا نقدر نعمل ميكس ما بين انواع الكراسي، يعني لو انتوا شايفين السفرة اللي قدامنا دي هنلاقي كرسيين الظهر بتاعهم عالي وكرسيين تانيين خشب الظهر بتاعهم قصير، وكمان البنش الكرسيين اللي ظهرهم عالي متنجدين. فده يعتبر برضو ميكس حلو قوي، يعني ما بقاش برضو الاول كنا بنحط الكراسي كلها شبه بعضها، يا كلها متنجده يا كلها خشب، انما الميكس ده برضو لذيذ قوي. يعتبر معانا 3 انواع من الكراسي. وهنا كمان هنلاقي الكراسي لونها جراي، وبرضو نفس الحكاية ميكس الموجود ما بين انواع الكراسي، في كرسيين ظهرهم عالي وكرسي والاربع كراسي التانيين ظهرهم قصير، والكرسيين برضو اللي ظهرهم عالي متنجدين شكلهم حلو قوي. كمان من ضمن البوهيميان ستايل ان الخشب يبقى شكله طبيعي جدا والتعريقة بتاعة الخشب تبقى واضحة قوي بالشكل ده. كمان كراسي السفرة ممكن نعمل فيها شغل رتان بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين كده العامل المشترك في كل الحاجات اللي احنا شفناها دي هي البساطة، الاتجاه يعني رايح لفكرة البساطة. وفي قاعدة كده دايما بتقولك ايه، انه كل ما هو بسيط جميل، وفعلا كل الحاجة ما كانت بسيطة بيبقى شكلها اشيك واحلى كتير. بس كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.